كام مرة اشتريتوا مشروم وحطيتوه في التلاجة ولقيتوه بعد يوم او 2 اسود واضطريتوا ترموه؟ وده لان المشروم حساس جدا للرطوبة، وطريقة التخزين بتفرق جدا في طعمه وفي قوامه. في فيديو النهاردة هوريكم ازاي تقدروا تحفظوا المشروم اطول فترة ممكنة يفضل محتفظ بلونه وقوامه وشكله من غير ما يتغير ولا يسود. انا نسمة ودي قناتي، لو اول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. اول حاجه محتاجينها المشروم، دول تقريبا 800 جرام اللي هم 4 اطباق. اي نوع مشروم تحبوه بس ده اكتر نوع منتشر عندنا كلنا. اهم حاجه بس ان احنا نحاول نجيب مشروم فريش، واول ما نجيبه هنحفظه بالطريقه دي. المشروم من الحاجات اللي الحموضه بتاعتها منخفضه، فبتحتاج مواد حافظة عشان تحافظ عليها فترة طويلة وما يبقاش فيها أي مشاكل. في الوصفة دي احنا هنستخدم كذا حاجة بديلة للمواد الحافظة عشان تحفظ المشروم وما يبقاش فيه أي مشاكل وما يسبب لناش أي أضرار صحية بعد كده. والثلاث حاجات اللي هستخدمهم في حفظ المشروم دول أساسيين وما ينفعش أشيلهم من الوصفة. هستخدم خل أبيض أو خل تفاح زي ما تحبوا، وهستخدم عصير ليمون، وتالت حاجة هحتاج ملح ليمون. وملح الليمون أساسي في الوصفة دي. ما نحاولش ابدا نخزن المشروم من غير مواد حمضيه. لو اتخزن في ميه بس او في ميه وملح او قللنا نسبه الحموضه اللي في المحلول، المشروم كده هيبوظ وهيبقى غير صالح للاكل. هنحتاج كمان ملح، واختياري بحب ازود نكهات للبرطمان، ممكن نزود فصوص توم سليمه وروزماري او زعتر زي ما تحبوا. اول حاجه هنشوف احنا ازاي هننضف المشروم. اول طريقه ان انا استخدم فرشه كده تكون بتاعه الخضار بس. هبتدي انضف كويس قوي واشيل اي تراب او اي حاجه عليه لحد ما ينضف بالشكل ده. الطريقه التانية ان انا استخدم فوطه مطبخ نظيفه، وبرضو هبتدي انضف المشروم كويس قوي لحد ما ينضف تماما. النهارده حبيت اوريكم ان احنا نقدر نحفظ المشروم وهو متقطع او هو سليم. هبتدي اقطع المشروم شرايح بالسمك ده، والحبة اللي باقيين دول هسيبهم عشان هعملهم كاملين. في حلة على النار فيها مية بتغلي، هزود ربع كوباية من الخل، عصير ليمونة، معلقة ملح ليمون، وهنزل المشروم. هبتدي انزل المشروم كده عشان يتغطى بالمية كله واقلبه. هنعمل الخطوة دي لمدة دقيقتين بالظبط. احنا مش بنسوي المشروم ولا حاجة، احنا بنغليه في مية سخنة عشان يبقى صالح ان هو يتخزن. اي خطوة في الوصفة دي اساسية وما ينفعش نستغنى عنها. بعد كده هبتدي اشيله واحطه في مصفى واسيبه ينزل المية اللي فيه كلها. هنزل مكانه المشروم الكامل، ونفس الحكاية دقيقتين وهشيله. تعالوا بقى نجهز المحلول اللي هنحفظ فيه المشروم. هحتاج لتر من المية، هزود عليه ربع كوباية خل، عصير ليمونة، معلقة ملح ليمون، نص معلقة من الملح، وهرفع المحلول ده على النار لحد ما يغلي. هكون مجهزة برطمانات. اهم حاجة ان البرطمانات والغطيان بتاعتها تكون متعقمة كويس، نغليها في مية سخنة وخل. تقدروا تستخدموا اي مقاس برطمانات، بس انا بفضل انه البرطمان يبقى صغير، ولما نفتح البرطمان هنستخدمه كله، ما ينفعش نفتحه وناخد منه ونرجعه تاني. يعني البرطمانات دي حجمها كويس ومناسبة، تقريبا السعة بتاعتها 200 ملي على قد طبخة واحدة وخلاص. هبتدي بقى انزل المشروم في البرطمانات، هزود معاه فص ثوم وعود روزماري. دول مش اساسيين في الوصفة وتقدروا تستغنوا عنهم لو مش عايزين، بس بيدوا نكهة حلوة للمشروم. بعد كده هبتدي املى البرطمانات بالمحلول اللي احنا عملناه وهو بيغلي. هملى البرطمانات لحد الاخر كده، وبعد كده هقفل البرطمان على طول والمية لسه سخنة. هقفل جامد جدا وهقلب البرطمان بالشكل ده. الخطوة دي اساسية عشان نقفل البرطمانات كويس. هسيبهم مقلوبين كده ساعة مثلا، وبعد كده هدخله التلاجة. المشروم من الحاجات اللي بتتحفظ في التلاجة مش على المطبخ من بره. طيب هل اقدر احفظ المشروم بره التلاجة؟ لا، ما ينفعش نحفظه بره التلاجة. وعشان احفظه بره التلاجة لازم استخدم حلل ضغط معينة بتعقم البرطمانات، ودي مش متوفرة عندنا. فاحنا هنحفظ المشروم في التلاجة، ولما نحتاجه هنفتح البرطمان ونستخدمه كله. طيب مدة صلاحية المشروم قد ايه في التلاجة؟ بالطريقة دي وبخطوات التعقيم الكاملة اللي احنا عملناها، مدة صلاحية المشروم في البرطمان ده 14 يوم، باعتبار ان التلاجة عندي تبريدها كويس قوي. لما بفتح برطمان بستخدمه كله، ما ينفعش افتحه واخد منه شوية وارجع اسيب الباقي. طيب لما اطلع المشروم هقدر استخدمه ازاي؟ هتقدروا تستخدموه عادي جدا بأي طريقة. ممكن نغسله من المحلول اللي فيه او نستخدمه زي ما هو، مش هتفرق خالص، على حسب ما انتوا حابين، واستخدموه في اي وصفة انتوا عايزينها.
بصوا ده شكله بعد 3 ايام، محتفظ بلونه وبقوامه. طبعا طعمه وشكله وقوامه مختلف تماما عن البرطمانات الجاهزة اللي احنا بنجيبها من بره. جربوا الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم، وبالهنا والشفا. بس كده. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.